مشاهدينا نحييكم من جديد. بقدم الاعتذار لكل المشاهدين عما حدث قبل الفاصل. قبل الفاصل كنا بنناقش القضية المتعلقة بتغذية التعصب في ملاعبنا والاتهامات المتبادلة بين الكابتن أحمد الطيب والكابتن أحمد شوبير. الكابتن أحمد الطيب تحدث عن الاتهامات اللي وجهت إليه بأنه يغذي هذا التعصب، وأنه ما إذا كان يغذيه وفقا لأجندة إخوانية قطرية كما يتهمه الكابتن أحمد شوبير. بعدها الكابتن أحمد شوبير طلب أنه يتداخل في الحوار. كنا قد اتفقنا معه على اللقاء التلفزيوني، ولكن هو عنده برنامجه في قناة صدى البلد الزميلة. لكن حينما وجد الكابتن أحمد الطيب يوجه إليه بعض الاتهامات قال أنا سأأتي لأرد عليها. اتفقنا على ألا يتداخل الاثنان. أخذت موافقة الكابتن أحمد الطيب وموافقة الكابتن أحمد شوبير، وأكد معا على أنه لا تداخل في النقاش، وأنه لا توجيه ما يمكن أن أسميه السباب والشتائم، وأن تكون الانتقادات موضوعية. يعني ما إذا كان هناك اتهامات بهذا النوع، تغذية تعصب، استغلال الساحة الرياضية بما فيها من زخم شعبي وبما فيها من قطاعات شعبية كبيرة بتهتم بيها، هل يمكن استغلالها في إشعال الفتن ودق الأسافين؟ وهل الاتهامات اللي بيوجهها الكابتن أحمد شوبير بأن ده تنفيذا لمؤامرة أو لمخطط هي صحيحة أم لا؟ لكن للأسف الشديد الحوار بدأ إلى حد ما بشكل موضوعي رغم تبادل الاتهامات ووصف كلاهما للآخر بالكذب. كل ده كان يمكن أنه يحتمل في سياق النقاش. الاثنان يطلان على الشاشة ويعلمان تماما ما يتعلق بالمسؤولية أمام المشاهد. أتعامل مع ضيفي على اليمين هو شخصية عامة تتسلل إلى البيوت وتطل على المشاهد وتعلق على المباريات. الكابتن أحمد شوبير أيضا، وأنا كما أكدت يعني أنه صاحب نقلة في الإعلام الرياضي، وكان يجب أن تكون لديه أيضا المسؤولية المتعلقة بالالتزام أمام المشاهد مهما كانت حالة الاتهامات المتبادلة. الاتهامات يمكن الرد عليها بموضوعية، والموضوعية تنتصر وتكسب. لكن للأسف الشديد تحول النقاش إلى إلقاء كوب من الماء أولا، ثم كاد يتحول إلى خناقة لولا أن أنهينا النقاش. لكن في المجمل الصورة سيئة للغاية يتحملها الجميع بما فيهم أنا. لا أنكر أنه البرنامج هو في النهاية مسؤول عما يقدم أمام الشاشة. نستطيع إدارة حوار بين اثنين في قضية نعتقد أنها مهمة وهي تغذية التعصب، وكان في مكالمات في البداية، مكالمات لها قيمتها من الكابتن عامر فاروق الوزير السابق، وأيضا في رسائل مهمة جدا كنا هنقولها من بعض المعلقين، حتى بعض المطربين اللي ذكرت أسمائهم كانوا عاوزين يعملوا مداخلات تتعلق بحالة التعصب يعني وبالمقارنة التي عقدت. ما فيش شك أنه الحديث عن تغذية التعصب حينما ينتقل هذا التعصب للاستوديو فهو مسؤوليتنا. لا أنكر هذه المسؤولية، لكن أنهينا الحوار حينما تأكد لنا أن التعصب يمكن أن يؤدي إلى خناقات متبادلة بين الطرفين، خاصة أن الناس يمكن أن تنتصر لوجهة نظرها بالموضوعية وبالحجة، والحجة أقوى من أي شتائم. الحجة أيضا أقوى من أي محاولة للي الذراع أو استخدام القوة.
من المؤسف انه المشهد اللي احنا تابعناه قبل الفاصل، خاصة انه مشهد يتعلق بالاعلام ومناقشة قضية تتعلق بالاعلام. صحيح هي تتعلق بالاعلام الرياضي، الاعلام الرياضي هو جزء من الاعلام، عشان كده اهتمينا بمناقشة القضية. لكن ما فيش شك ان للأسف الشديد النقاش تحول إلى حلبة ملاكمة في الآخر، لولا أننا أنهيناه. ولكن في المجمل الصورة حتى بصورتها النهائية لابد أن أعتذر عنها للمشاهد. في بعض التعليقات لازم أقول عليها للمشاهدين، تعليقات بعضها طبعا موضوعي، بيتكلموا عن انه فعلا بنحترم الرياضة ونقدر دورها في بناء المجتمعات الحديثة، ولكننا لا نقبل ابدا ان تتحول الى صدامات بهذا الشكل. أليس هذا الوقت المناسب؟ دي رسالة تانية. أليس هذا الوقت المناسب للاعتذار؟ هذا البرنامج سيتسبب في إيقاف شوبير والطيب للأبد. ما حدث مهزلة يا أستاذ وائل، إحنا شباب والمفروض إن الضيوف قدوة. ما حدث من شوبير والطيب يؤكد أن معظم يعني هنا الناس بتوجه طبعا انتقادات، طبعا تبادل الاتهامات. هنا استحلفك بالله ان تقرأ رسالتي. عار بالبلد ان نصل الى هذا المستوى بين اتنين في الاعلام الرياضي. عندي طبعا في ناس كانت عايزة تعمل مداخلات تعلق على الاتهامات المتبادلة، وناس طبعا بتاخد القضية في اتجاه التعصب بين الأهلي والزمالك. المشكلة انه القضية كمان تجاوزت حدود ده الى انه يا جماعة حينما يطل الناس على الشاشة المسؤولية امام المشاهد. كل كلمة تقال وكل حركة تصدر من الضيف، يعني الضيف يملك الحجة ويملك الإقناع ويستطيع أن يفند كل الاتهامات دون اللجوء إلى العنف اللفظي، يعني مهما كانت طبيعة الاتهامات الموجهة. لكن في كل الأحوال أنا بعتذر تاني للمشاهد عما حدث وعما بدر من ضيفية في سياق مناقشتنا لقضية تعصب. للأسف الشديد انتقل التعصب إلى الاستوديو. مفيش شك ان هتبقى عند بعض الناس تفسيرات لما حدث كثيرة ومتعددة. طب هي القضية نفسها، القضية فين؟ طب الاتهامات المتبادلة، ما هي الأدلة اللي بيحملها الكابتن أحمد شوبير المتعلقة بأن هناك من يغذي التعصب بتعليمات إخوانية قطرية؟ أين الأدلة على ذلك؟ أيضا الكابتن أحمد الطيب كان لازم نستمع إليه فيما وجه إليه من التهمات، المزيد من التعليقات والمزيد من الإيضاحات. الكابتن أحمد شوبير أيضا كان لابد أنه يقدم المزيد من الأدلة والمستندات. لكن للأسف الشديد اللي حصل أن تخليا عن الحجة في مواجهة الحجة أو الإقناع في مواجهة الإقناع، وتحول المشهد إلى بدايات لاستخدام القوة والعنف لناس قوتها في الكلمة وقوتها يجب أن تكون في الحجة. لكن في كل الأحوال تاني وتالت وخامس بقدم الاعتذار لكل المشاهدين، وغدا هنكون معاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.